قضية ابن محمد رمضان وليه هيتحط في دار رعاية. طيب وايه اللي حصل في الاستئناف؟ والمحامي بتاع ابن محمد رمضان، محامي ابن محمد رمضان، ليه بيقول ان هو هيطلع براءة؟ ده اللي هنعرفه في الحكاية من اولها. الحكاية او قضية ابن محمد رمضان تبدأ لما في شهر 9 ابن محمد رمضان علي بيضرب ولد اسمه عمر في نادي نيو جيزة. ضرب الولد وقفل عليه باب الحمام وضربه قدام محمد رمضان، يعني محمد رمضان شجع ابنه على ضرب الولد طبعا، والنادي كله اتلم وكانت المشكلة كبيرة. أهل الولد استنوا، أهل عمر استنوا، انتظروا يوم ولا حاجة على أساس محمد رمضان يتصل يعتذر، زي ما بتحصل مشاكل بين الأطفال والأهالي بيخلوا الأطفال يعتذروا لبعض عشان يعني العيوب يبقى في صفاء نفسي بين الأطفال وبعضها. اللي حصل إن محمد رمضان طبعا ما اتصلش ولا عبر حد كعادته، عنده داء الكبر، ما تعرفش فاكر نفسه مين، مش قضيتنا. المهم الأهل عملوا محضر وجابوا تقرير طبي وجابوا شهادة شهود تثبت صحة الواقع، لأن ابنهم ابتدى يتعاير إن ابن محمد رمضان ضربه، وابتدى يبعد عن العيال صحابه، لأن كل واحد يعايره ويقول له ده محمد رمضان وابنه ضربوه. فأبوه عمل محضر واتخذ إجراءاته القانونية ونزلت جلسة. لما نزلت جلسة طبعا ابن محمد رمضان ما قدرش، قال لك ده كان عيان ومش عيان، فصدر حكم بإيداعه دور رعاية. لحديت كده تمام. جه بقى محامي ابن محمد رمضان، هسمعكوا الفيس بتاعه، طلع في لقاء مع ريهام سعيد، هنشوف قال ايه فيه. طبعا هل تتخيل حضرتك طبعا هل تتخيل حضرتك ان وقع بعد يومين طفل 10 سنين ضربوا بعده، عملوا محضر بعدها بيومين اتعمل محضر ان علي ضرب الولد بالقلم والولد خده محمر شويه، ده بعد يومين. بعد يومين بيأكد على بعد يومين. بعد اذن حضرتك اليومين دول اهل عمر عشان ولاد اصول ومتربيين على الاصول، عارفين ان العيال لما بتضرب بعضها وبيبقى في ولد غلطان، اللي ابنه غلطان بيتصل ويعتذر ويصالح الولاد على بعضهم. الناس اهل عمر فضلوا صابرين يومين على أساس محمد رمضان يتصل يعتذر ويصالح لولاده الصغيرين على بعضه. طبعا محمد رمضان طاووس ازاي يعتذر؟ بس دي الأصول، ولاد الأصول بيعملوا كده. اللي حصل ان هو ما اتصلش، فالمحامي بتاع محمد رمضان واخدها حجة او واخدها قرينة بدل ما ياخدها دليل، في حين ان محامي ام عمر اللي انضرب قالت احنا صبرنا يومين على اساس يجوا يعتذروا، ما اعتذروش. لان لو الواقعة حصلت كما يدعون استحالة تفضل الكدمة او الاحمرار لمدة يومين. يعني احنا عندنا هي تفضل بقى يومين لو كان الضرب شديد، وبقول لك استحالة، لا تفضل يومين، بدليل ان الطب بتروح تعمل كشف طبي، الكشف الطبي بيقول لك يحتاج اكتر من 21 يوم علاج، اكتر من 21 يوم علاج. يبقى هو كان محتاج، الولد كدمته كانت كبيرة، الخبطة كانت جامدة، فعشان كده تفضل حمرة يومين واسبوع و10 ايام. قانون يا فندم بنقول ان الدليل الطبي وان كان يعد دليل على حدوث اصابه الا انه لا يعد دليل. برضه حضرتك ما جاوبتنيش، ولدين صغيرين اتخانقوا، ايه اللي وصل الموضوع ايه اللي وصل الولد الثاني يا فندم؟ هم اللي راحوا وتقدموا ببلاغات وخدوا ابنهم، باباه ومامته خدوا. طب ما ساعدتوش للصلح ليه ساعتها وخلاص؟ انا عايز اقول لحضرتك والله. طب خدوا ابنهم اتهان وانضرب قدام ناس شهود، واتقفل عليه باب الحمام وتقال له انت ما تعرفش انا ابني مين، ما هو تلاقيه برضو ابن ناس محترمين، برضو ده نادي نيو جيزة، وانضرب قدام. يعني محمد رمضان شاف الولد ابنه بيضرب وبيضرب عمر، مش يحوش الولاد عن بعضهم ويصالحهم، لا ازاي؟
يعني مساعي الصلح موجوده، بس انا عايز اقول لحضرتك ان الهدف مادي. الموضوع او في الاول وفي الاخر هو هدف مادي يا استاذه ريهام. شوف يا حول الله يا رب، بيدعوا الناس على الباطل ازاي هدف مادي؟ يعني انتوا غلطانين، والناس معاهم شهود بيقولوا ان الواقعة حصلت. هدف مادي؟ هو الناس طلبت بفلوس؟ ولو طلبت بفلوس ما هي يستاهلوا التعويض. هما بدوروا على التعويض الادبي، تعويض ادبي اللي حضرتك يعني ادرى بيه. واحنا الاستاذ محمد بيتعرض للكلام ده باستمرار نتيجه استخدام حق التقاضي اللي الناس كتير بتعمله. كله بيسيء استخدام. تخيل حضرتك احنا عندنا جلسه ضد الاستاذ محمد رمضان يوم 3/6 انه اساء لعلم مصر. كل ده عشان رفع علم مصر وهو فرحان بره في بلد غير بلده. رفع علم مصر وفى يا عم، ده كان لابس برا وهو بيرفع علم مصر. هو بيرفعها فين يعني؟ بيرفعها في وهما بيحتفلوا بجائزة نوبل؟ فين يا أستاذ؟ بطلوا تغييب للعقول بقى. موضوعي ابن محمد رمضان، لأن أنا شايفة أن الأطفال خط أحمر. أولادنا وهو الولد دلوقتي هل في حكم ان هو يروح دار رعايه يقعد فيها؟ الناس مش فاهمه يقعد فيها يعني. هو صدر حكم غيابي بإيداع الولد دار رعايه. طبعا حكم غيابي تم الطعن عليه. هو كان لازم يحضر يعني؟ كان لازم يحضر. المحكمه طلبته حضرتك واحنا طبعا هو ما حضرش، فخد حكم غيابي، فبيروح يعملوا معارضه، فبتبدأ الجلسة ينزل جلسة من أول وجديد. حضرنا بتوكيل يبيح حضورنا من الأستاذ محمد بصفته ولي طبيعي على ابنه. مين اللي يحضر، محمد ولا ابنه؟ لا، اللي لازم يحضر الولد الطفل يا فندم. ولكن بما إن الطفل قاصر الأب هو الولي الطبيعي. الأب الولي الطبيعي. فالمفروض إن هو محمد اللي يحضر. لا يا فندم، اللي بيحضر بتوكيل. بما إنه قاصر يبقى باباه اللي يحضر. بالظبط. احنا بقى معانا وكاله من باباه بصفته ولي طبيعي. يفضل فيها قد ايه؟ طول على العمر؟ حسب ما القاضي شايف يا فندم، بس هو ده حكم غيابي. ايوه، لكن هو ما حكمش بمده يعني معينه؟ لا مفيش مده معينه يا فندم. طب حضرتك هتعمل ايه؟ استأنفت؟ طعنا على الحكم بالمعارضه لانه حكم غيابي. وهيتحدد جلسه جديده لنظر الموضوع. هيحضر علي معانا في الجلسه الجديده ان شاء الله، يكون هيئنا نفسيا. طب هو نفسيته عامله ايه دلوقتي؟ يكونوا هيئوه نفسيا. طب ما كان من الاول يا استاذ يا محامي والاستاذ محمد رمضان فهموا ان ابنهم غلطان، كانوا صالحوه على الولد. كان كلمه طيبه يعني كانت هتنسف الموضوع. لا ايه الابن ده يتعرض للمحكمه؟ طب ما هيتعرض للمحكمه لان الولد عمر اللي انضرب ده اصحابه بعيروه، اهله بيقولوا اصحاب عمر بيعيروه ان ابن محمد رمضان ضربه. وطبعا الولد حصل له حاله نفسيه، لا عاد بيتكلم زي الاول زي ما مامته بتقوله باباه. منهار يا استاذ ريهام. طفل 10 سنين الدنيا كلها مقلوبه عليه، الدنيا كلها بيهاجموا طفل عنده 10 سنين. تجرب. طب ما انتوا ما رحمتوش طفل برضو كان عنده 11 سنه اكبر منه بسنه وده يضربه؟ شيء مهين برضو يا جماعه، شيء مهين. من انسانياتنا، تجردنا من الانسانيه. الولد ده ابننا والولد ده ابننا، ده زي ولادنا ودول زي ولادنا. مفيش فرق بين الطفل ده والطفل ده. ولكن لا، يجب ان احنا نبقى عارفين ان ده طفل رجاله مصر اللي جايه. يا طب وانت مش عارف ان ده رجاله مصر اللي جايه وانت بتضربه؟ اما ابن محمد رمضان ضرب عمر قدام ابوه، مش عارف ان هو ابن رجاله مصر؟ دول الرجاله بتوع مصر اللي جايين. فتخيلي حضرتك بنعمل كده معاهم من طفولتهم، فيطلع الطفل حاقد وناقد. لا هو ما حدش عمل نتيجه اللي اتعمل معاه من صغره. انا بشكر حضرتك جدا. هو ما اتعملش معاه حاجه على فكره. هو حاقد؟ مين اللي هيبقى حاقد يا استاذ؟ ما راعيتوش الطفوله ليه؟ محمد رمضان تم ادخاله في القضيه وحصل استئناف ل 19/6، والقضيه هتتحول من جنح الطفل لجنح عاديه على اساس محمد رمضان طرف في الجريمه.